انما مثلا يكفينا كان يقول لك ساعتها ايه، الصيدلي في المصنع هو اللي بيركب الدواء. يعني ايه بقى بيركب الدواء؟ ممكن اشتغل في البلاننج، في التخطيط، وده مجال حلو جدا للصيادله ومطلوب برضو. التخطيط كايه بالظبط؟ التخطيط ده اللي هو دلوقتي يعني بيدلعوه يسموه سبلاي تشين. الكواليتي اشورنس بقى زي ما قلت، لما تيجي تشوف تعريفها هتلاقيها وايد رينج كونسبت، هي الامبريلا الكبيره اللي المصنع كله بيشتغل بيه. شغل المصانع قصدي شكله لذيذ في حركه كتير غير ان هو لذيذ وفيه حركه كتير. هو في ميزه حلوه قوي. لا هي مش ميزه، كذا ميزه. اول حاجه انت ما بتتعاملش مع الجمهور. دي ميزه حاجه جميله جدا جدا. انت قافل على نفسك الباب. جايد لاين بس. الحاجه الثانيه مع الناس الانطوائيه معانا. ايوه بالظبط. ده حقيقي فعلا. عشان كده دايما نقول ان الكواليتي كنترول هي برودكت اورينتد، لان انت كمعمل بتتعامل مع البرودكت، تاخد عينه وبتحلل البرودكت. انما الكواليتي اشورنس هي بروسيس اورينتد، هو بيتابع البروسيس نفسها، ملوش دعوه بالبرودكت خالص. اهلا بيكم، معاكم شوقي ومعاكم ستار، وده فارماكاست. اهلا بيكم في حلقه جديده من فارماكاست. وحلقه النهارده هنتكلم فيها عن مجال شغل كلنا حاطينه في الحسبان بقدر او باخر، وعشان كده حبينا ان يكون الضيف بتاع الحلقه النهارده هو سي او مصنع فيبيكو، دكتور محمود الشناوي. ازي حضرتك يا دكتور؟ حضرتك منور فارماكاست النهارده. والله انا مبسوط جدا ان انا معاكم النهارده، وان شاء الله تكون يعني حلقه كويسه واقدر افيدكم شويه عن شغل المصانع. ربنا يخليك، احنا سعداء ان حضرتك عطيتنا من وقتك، هتدينا من وقتك عشان خاطر نستفيد من الخبره. اتمنى ان شاء الله الساعه الجايه نكون برضو هوست ان شاء الله. هنحاول ما يبقاش الموضوع طويل قوي، يبقى مركز في كميه معلومات دسمه شويه في فتره صغيره يعني باذن الله. ونتمنى كمان ان الحلقه تكون ان شاء الله مفيده وممتعه بالنسبه لكم. ما تنسوش السبسكرايب، الشير، الحاجات اللي نزلت اخر يعني دي. يعني تمام، يعني الدعمه الاخيره بقى. وما تنسوش كمان انكم تقدروا تسمعونا على سبوتيفاي، او مش عايزين تتفرجوا على الحلقه على اليوتيوب. دكتور، في الاول اسمح لنا يعني تعرفنا على حضرتك اكتر. فتره دراستك في الكليه كانت عامله ازاي؟ وما بعد الكليه دخلت المجال ازاي؟ في موضوع كملت فيه ازاي؟ طويله برضه. بص يا سيدي، انا دخلت الكليه سنه 96. انا خريج صيدله طنطا من 96 ل 2001. اول ما دخلت الكليه يعني وانا قبل ما اخش الكليه خالص ما كانش عندي هدف الا ان انا اخش صيدله، يعني ما كانش عندي رغبات تانية. كانت اوريدي صيدله من الاول. طب كان ايه بقى لا هو انا كان عاجبني الكارير ده، يعني كنت حاسس ان انا هقدر اشتغل فيه. لما دخلت الكليه صيدله طنطا، يعني لو كنتوا تعرفوا من زمان قوي ان هي كانت تقيله قوي، صيدله كانت تقيله قوي يعني. لحد دلوقتي صعبه شويه، بس يعني ايه، كانت زمان صعبه فعلا. جامعه طنطا بالذات صيدله طنطا كانت تقيله جدا يعني. ولكن التقل ده يعني كان له بعض الادفانتج. هم كانوا بيضغطوا علينا طبعا جامد جدا، انما في الاخر هو كان بيطلع خريج كويس. بس سيبك من كل ده، النقطه الاساسيه اللي فرقت معايا جدا في الكليه ان كان في مصنع تعليمي في الكليه. المصنع التعليمي ده كنا بنشوف فيه موديلز صغيره للادوات او الالات اللي احنا بنستخدمها في صناعه الدواء. يعني كان في مكنه اقراص صغيره، كان في مكنه كريمات صغيره، كان في الكواليتي كنترول تيستنج اباريتس اللي هي بتعمل بيها اختبارات للكواليتي بتاع الكبسول والتابلتس والحاجات دي. بتقيس هاردنس، بتقيس فرايبيليتي، بتقيس يعني دراسه نظري وعملي في نفس الوقت. فكان احنا مثلا في الاندستريال فارماسي او في الفارماسيوتكس كنا بناخد النظري عادي وبناخد العملي، بننزل نتفرج على الحاجات دي. فانا من اول مره بدات انزل واشوف الكلام ده انا كنت واخد قرار سبحان الله، يعني يعني هو كان قرار ملوش معنى يعني، بس هو كنت صغير جدا يعني. ان انا عايز اشتغل في مصنع ادويه. طيب يا ابني انت عارف مصنع ادويه ده؟ لا انا ما اعرفش، بس انا عايز اشتغل في مصنع ادويه. دارت الايام يعني، وبدا الموضوع ده يعني يزيد عندي سنه بعد سنه. وبالمناسبه انا يعني كنت بهتم بالمواد دي اكتر شويه. كنت بهتم بمواد تانية كمان، ولكن كان اهتمامي اكتر بالمواد دي. كنت حاسس ان انا فعلا هكون كده. بعدين برضو وجود الحاجه العمليه اللي انت بتشوف حاجه نظري وتنزل تبص وتبقى مذاكر له اللي هو طب انت هتلف ازاي، كام راوند بير مينيت وبتاع، بتبقى لذيذه. برضو فكره انك انت تكون فورميوليتور كانت حاجه لذيذه شويه. انت برضو خلي بالك، كل الناس الصيادله كله بيشوف الصيدليه في الشارع وجنبنا وعند القرايب وبتاع. فدور الصيدلي في الصيدليه تقريبا شبه معروف للكل. كل الناس حتى لو الناس مش مهتمه بمجال الصيدله، هو عارف الصيدلي في الصيدليه بيعمل. انما دور الصيدلي في المصنع مش معروف. ما حدش كتير بيشوف حد شغال جوه المصنع يعني. صح. انما مثلا يكفينا كان يقول لك ساعتها ايه، الصيدلي في المصنع هو اللي بيركب الدواء. يعني ايه بقى بيركب الدواء؟ يركب الدواء، يحط ده على ده على ده. طب ما احنا بنعمل كده في الكليه، بس مع ذلك ما شفناش ده في الصناعه. فبدا الموضوع يبقى انترستد جدا لحد ما اتخرجت في 2001. الحقيقه ان انا اشتغلت بعدها باسبوع في مصنع يعني. ما شاء الله جدا يعني كان فيها جزء كبير من الصدفه. ده مصنع الفرعونيه، وهم وقتها انا يعني اتعرض عليا بس فرصه ان انا اروح اتدرب. برضو خلي بالك، برضو بالمقارنه احنا بنتكلم من 22 سنه.
انتوا دلوقتي عندكم فرص التدريب في اماكن كتيره جدا متاحه، لان بدا يبقى في مصطلح السوشيال ريسبونسبيلتي بتاعت الشركات. الكلام ده ما كانش موجود زمان. صحيح. ففكره ان انت اصلا تلاقي فرصه انك تتدرب دي كانت حاجه وبعدين بتعرف حاجات كمان فيرتشوال يعني، فبيبقى الموضوع اسهل، مش لازم تروح. زمان ما كانش فيه الكلام ده خالص. فانا الحقيقه اتدرب طب هتيجي تحضر. ما كانش طبعا التدريب ده يعني مثلا دلوقتي التدريب بيبقى ليكوا اتوبيس مخصوص بيوديكوا 2-3 في اليوم ويجيبكوا. ما كانش اصلا في سيستم تدريب وقتها. انت هتروح معانا في الباص بتاعنا الصبح الساعه، احنا كنا في الفرعونيه اياميها كانوا بدايه الشغل كانت 7:30، يعني كنا بنبقى في المصنع 7:30 لحد 4. فهتروح وتيجي معانا كل يوم عشان تتدرب. كتير قوي. تمام. دلوقتي 9 على 4 لحد دلوقتي بجد 7:30 ل4. حاضر انا هاجي معاك ومبسوط جدا. طبعا ما فيش فلوس، انت مش بتتدرب. بالظبط. برضو خليني اقول لك نقطه مهمه، ان في الوقت ده كانت الميديكال ريب هي اللي واكله السوق من ساعتها. طبعا. ليه؟ خلي بالك احنا في الوقت ده كان عدد الخريجين اقل من دلوقتي بكتير، وكان السوق مفتوح اكتر للصيادله، وكانت المرتبات للصيادله وقتها في الميديكال ريب والعربيه والبدله ومش عارف ايه، فكان يعني مغري شويه. فانت مثلا كنت ممكن سنه 2001 ده كان مرتبك يبقى 2000 جنيه مثلا في الميديكال ريب. ده رقم ضخم جدا جدا يعني بالقياس، يعني رقم ضخم جدا بالظبط. بس انا الحقيقه يعني ما استهونيش الموضوع ده خالص، وعمري ما فكرت فيه ولا اشتغلت فيه. كانت المصانع ما اشتغلتش كمان صيدليات خالص. هو مصانع حاجه اخيرا اول الطريق يعني عشان بس كتير الناس بتسال في النقطه دي. انا خايب قوي شغل الصيدليات، ما اعرفش يعني لحد دلوقتي ولا اعرف اسماء الادويه ولا اسعارها ولا مرسوم عليها ايه، يعني الحقيقه ما اعرفش، والموضوع مش فارق معايا يعني. هو فورموليتر مش مضايقني يعني بالظبط عادي يعني. وانا اعرف حاجات كتير برضو انت ما تعرفهاش. اكيد بالظبط. فرحت الفرعونيه تدريب، ما كانش فيه اي مقابل مادي خالص. اول ما بدات اتدرب رحت قسم الكواليتي كنترول اللي هي المعامل يعني، واشتغلت في الرو ماتيريال تدريب. المفروض الناس اللي في المجال بتاعنا يعني بيبقوا عارفين ان الرو ماتيريال ده هو اللي بيأهلك بعد كده لكل حاجه. ليه؟ لان هي اول حاجه بتعدي عليك. انت لو انت بقيت شاطر في الرو ماتيريال هتاخد معلومات كتير جدا بعد كده مؤهله لاي شغل تاني. فاشتغلطشهر سعيد جدا. بدأوا يقولوا لي ايه ده والله انت شاطر. الموضوع بتاع حب ما تعمل حتى تعمل. ايوه صحيح. طب يا جماعه انا شاطر، طب مش هتعين؟ لا والله ما عندناش تعيينات. الله حلو مش مهم انا قاعد بس شاطر ماشي. حد بعد شهر ونص كده تقريبا اللي هو ايه خلاص بقى يعني انت عارف خدت صفه شبه رسميه. انا بروح معاهم وباجي معاهم تعرف خلاص وبنزل البريك معاهم وكل حاجه وبشتغل معاهم وبيدوني تاسكات عادي خالص. بس في الصندوق ما باخدش فلوس يعني. لحد ما كان واحد زميلي في القسم يعني قال لي ان هو كان خريج علوم، وقال لي ان هو قدامه فرصه في شركه بترول بعد حوالي شهر ونص فهو هيمشي. فقال لي ايه استنى بس ما تزهقش دلوقتي انا لسه همشي ودي فرصه انك تاخد مكان. كده مش زهقان يعني عادي يعني الموضوع عادي. بالمناسبه في الوقت ده كان مدير المعامل دكتور فوزي الياصبي. انا كنت بحبه جدا وهو كان يعني محتضنني قوي في المعمل يعني، لان انا بقى بالمناسبه كنت صيدلي الوحيد في المعمل يعني. هو الصيدله عددهم قليل في المصانع. الصيدلي الوحيد في المعمل بس. لقيته بعد شويه بعت لي قال لي على فكره اسلام اللي هو هيمشي ده قال لي ده ماشي كمان شهر شويه فاستنى معانا. فقعدت كملت معاهم لحد اسلام فعلا مشى واتعينت مكانه. لما جيت اتعين في الوقت ده قالوا لي انت ايه موقفك من الجيش؟ السؤال معتاد يعني موقفك من الجيش. فانا المفروض ان انا كنت هاخد اعفاء من الجيش لاني عامل عمليه في ودني ومركب شريحه بلاتينيوم، فيعني كان المفروض ان انا هاخد اعفاء. فهم الناس مشكورين قالوا لي خلاص احنا هنعينك بس بعقد مؤقت لحد ما ورقتك اقل شويه من الناس العاديه علشان انت ايه تخلص الاعفاء بتاعك. كان المفروض انا تقديم الجيش بتاعي في شهر يناير بقى. احنا كنا ساعتها في شهر 8 مثلا طيب كان ساعتها الصيدلي بياخد كام هناك؟ 400 جنيه ده البيز. خلي بالك كان رقم بس 2000 جنيه ميديكال ريب 400 جنيه مصانع بصراحه مغريه قوي كان الصيدلي بياخد 400 جنيه وانا اتعينت 300 عشان لسه ما خدتش موقف من الجيش. المهم بدات اشتغل كويس مشيت الامور يعني لحد بقى ما جه ميعاد تقديم الجيش. خلاص انا رايح بقى عشان ظابط 3 سنين اصلا. يا الله. في الاول قالوا لي لا انت ايه هتخش عسكري سنه. فرجعت المصنع قلت لهم على فكره حصل كذا ومش. قالوا لي طيب بص احنا والله يعني باقيين عليك وانت شاطر وبتاع، طيب خلاص هنعمل لك اجازه لمده سنه. طبعا انا مش مصدق ساعتها طبعا ده فرصه. فعملوا لي اجازه ورحت اسلم نفسي. قالوا لي انت بقيت ظابط 3 سنين. فطبعا كلمت الشركه قلت لهم خلاص بقى يعني كتر الف خيركم يعني ومش امتى ظابط دي؟ احنا كنا في يناير. قالوا لي لا الظباط دول بيخشوا في شهر 4 فتعالى في شهر 4. فالشركه قالت لي خلاص تعالى بقى 3 شهور كمل معانا. كملت 3 شهور وجيت قدمت استقالتي بقى في شهر 4 خلاص ورحت اسلم نفسي ظابط. فوجئت في نفس اليوم قالوا لي انت بقيت عسكري تاني كده. يا جماعه والله يبقى عندي ربنا
ده كانش لسه الاستقاله مش افكتيف. لا هي اوريدي انا كنت مقدم الاستقاله خلاص على اساس انها 3 سنين، فكلمت الشركه قلت لهم حصل كذا كذا، قالوا لي خلاص هنلغي الاستقاله دي ونرجعها اجازه. عظيم. بالمناسبه الموقف ده بالذات يعني انا لما اتقال لي في شهر يناير ان انا هخش عسكري سنه كنت زعلان جدا وكنت متضايق جدا وشايف ان ليه وانا شهر 4 لما اتقال لي برضو انك هتخش عسكري سنه كنت سعيد جدا مع نفس القرار. بالظبط بس على حسب كان حسب بوينت اوف فيو ساعتها ان هو لسه صغير يعني ايه ارضى يعني بس الحمد لله يعني. طب حضرتك دلوقتي يعني الفتره اللي حضرتها كتدريب في الشركه وحتى بعدها شغل اصلا باين الشركه كانت باينه حضرتك جدا، معنى ان حضرتك كنت شاطر جدا. 2008 بقى بالمناسبه كده معناه ان حضرتك شاطر جدا. ايه الوظائف اللي بيعملها الصيدلي جوه المصنع؟ لا دي حاجات كتير قوي. يعني انت كصيدلي اولا خلينا نتفق ان هي مصانع الادويه في الاصل بتاعت صيدله، النقطه دي مهمه جدا. لازم المانجيريال ليفل كلها صيدله، ده بالقانون كمان. بالظبط. يعني انت عندك في المصنع 3 مناصب قانونا لازم يكون صيدلي: مدير الكواليتي كنترول، مدير الانتاج، ومدير المصنع. مدير الكواليتي كنترول والانتاج لازم يكون صيدلي وخبرته على الاقل 10 سنين. مدير المصنع لازم يكون صيدلي وخبرته على الاقل 15 سنه. اينما وجد صيدلي في اي قسم ففي الغالب بيكون هو الشخص المسؤول، حتى لو هو لسه صغير، حتى لو هو لسه متعين، بس هو في الاخر صيدلي وده مصنع دواء فيبقى هو المسؤول. بس خلينا بقى نقول النقطه دي لان انا بشوف برضو على مدار السنين دي بشوف في بعض الصيادله بيستغلوا ده بشكل مش لطيف. يعني انا صيدلي، انا مش عارف ايه، انا ما اعملش حاجه. انا بص خدها قاعده، لو انت هتخش تشتغل في مصنع دواء اعتمادا على انك صيدلي بس هتفشل فشل ذريع. يعني لازم تعرف كل حاجه، لازم امد ايدي، ولازم تعرف تمد ايدك في كل حاجه، ولازم تعرف تشتغل لوحدك. لو انت لوحدك ما تستناش حد. يعني انا هحضر، انا المفروض في عندي تكنيشن وممكن يبقى في سوبرفايزر بيعملوا الكلام ده. طب هم لو مش موجودين انا اعرف اعمله لوحدي. ليه بقى؟ لان لو انت هم خدوا فكره عنك ان انت بقى صيدلي وانا مش هعمل ده وانا ما احطش ايدي في ده وبتاع، هيعملوا اخطاء وانت هتشيل الاخطاء دي لانك بالزبط. انت المسؤول برضه في بالظبط صح. فانت لازم تكون يعني فاهم قوي قوي تكنيكالي هم بيعملوا ايه، عشان لو اضطريت انك انت تصحح لهم حاجه او ان هم مش موجودين فانت تقدر تتصرف. فانت لازم تكون يعني تقدر تعمل ده، تبقى صاحي كويس. واخد بالك؟ انا اشتغلت بقى يعني كواليتي كنترول، واشتغلت برودكشن، واشتغلت شويه صغيرين R&D، واشتغلت بعد كده بقى لما كبرت شويه واتنقلت اشتغلت في كواليتي كنترول مانجر، وبعدين حاليا يعني هم الثلاث مجالات اللي جوه كواليتي كنترول وبرودكشن وR&D. برودكشن اشتغلت R&D وكواليتي كنترول. R&D كانت فتره صغيره تدريبيه يعني كان حوالي 6 شهور كده لغرض التدريب جوه المصنع، يعني كان لتاهيل لشيء ما يعني. بس دي انا اقصد دي هي يعني الاوبورتيونيتيز المتاحه للصيدلي جوه، ولا هو ليه في حاجه ممكن كمان كواليتي اشورنس ممكن تشتغل كواليتي اشورنس، بس انا ما اشتغلتش كواليتي اشورنس مباشره يعني. ممكن تشتغل بعض الاماكن بتشتغل في الوير هاوسز في المخازن، ممكن تشتغل في البلاننج في التخطيط، وده مجال حلو جدا للصيادله ومطلوب برضو. التخطيط كايه بالظبط؟ التخطيط ده اللي هو دلوقتي يعني بيدلعوه يسموه سبلاي تشين، ممكن بنقول عليه بلاننج وممكن نقول عليه سبلاي تشين. الفكره كلها ان الراجل ده هيبقى مسؤول عن توفير احتياجات المصنع من الخامات في اوقاتها المناسبه باسعارها المناسبه من موردينها المناسبين. يعني ايه من موردينها المناسبين كمان؟ لان اي دواء انت بتصنعه المواد الخام اللي فيه ما ينفعش تشتريها من اي حد، انت بتسجل مورد او 2 أو 3 في الاختار بتاع تسجيل الدواء. اختار الدواء ده اللي هو زي رخصه الدواء. يعني مثلا انت بتعمل اقراص كابتوبريل، طب الماده الفعاله اللي هي كابتوبريل دي هتجيبها منين؟ انت بتختار هيئه الدواء في مصر بتقول لهم والله انا هجيبها من فلان او فلان او فلان، فبيسجلوا لك ال3 دول في الاختار. ما تقدرش بقى انت تجيب حد من حد تاني بره ال3 دول. فاذا الراجل ده لازم يوفر لك خامه من ال3 دول في وقت مظبوط عشان ما تتاخرش عليك. فرضا لو هو بيجيب الخامه دي مستورده وهو عارف ان هو بيستوردها طيران هتيجي في خلال شهر، فممكن يطلبها قبلها بشهرين قبل ما تخلص بشهرين. وهو برضه عشان يساعد يعني عشان نساعده بالكلام ده بيبقى في سوفت وير سيستم بيقول لك ان الالرت ليميت امتى بينور لك لمبه حمراء على الخامه دي، خلي بالك دي فاضي، حسب ما انت بتظبطها حسب استهلاكك. يعني انت مثلا الماده دي بتستهلكها مثلا بمعدل 100 كيلو كل شهر، فانا مثلا بظبط السيستم اقول له لما يبقى فاضل فيه 300 كيلو نور لي، هو بينور له بقى بالظبط. حلو جدا. حلو. طب جوه كصبيه حضرتك قلت لنا ممكن نشتغل جوه كواليتي كنترول كواليتي اشورنس وحاجات كتير. ايه الفرق ما بين ايه الفرق بقى ما بينهم؟ الكواليتي كنترول هي المعامل تشمل معامل الميكروبيولوجي، معامل المواد الخام الرو ماتيريال، معامل الفينش برودكت اللي المنتج النهائي، ومعامل الان بروسيس كنترول اللي هي التحليل اثناء التشغيل. يعني ايه بقى المعمل ده؟ وظيفته انك انت تديله عينه او هو ياخد عينه ويحللها اكوردنج لريفرنس معين ويطلع نتائج بسبيسيفيكيشنز معينه بالظبط. يعني مع الفارق زي ما قلنا بنعمل تحليل دم. تحليل الدم بيقول لك ان انت عندك 5000 ار بي سيز، والله الليميت المطلوب يطلع من 4 ل 8، يبقى انت جوه الليميت. هو بيعملش غير كده. انا كمعمل باخد عينه من كل حاجه بتجيلي واحللها في النسبه مظبوطه ولا ومش بحللها بمزاجي.
لازم يبقى كلنا متفقين على ريفرنس معين انا هستعمله، والا بقى ايه، مش مره مثلا تطلع اوت الليميت في الريفرنس ده فاروح مغير الريفرنس عشان ادخلها في الليميت. لا، هو احنا كلنا متفقين على ريفرنس واحد، انا بحلل واقول النتيجه كذا، ودي بالنسبه لي كان اعمل كونفورم او نوت كونفورم، دوري بينتهي عند كده. الكواليتي اشورنس بقى زي ما قلت لما تيجي تشوف تعريفها هتلاقيها وايد رينج كونسبت، هي الامبريلا الكبيره اللي المصنع كله بيشتغل بيها. الكواليتي اشورنس ما لهمش شغل تكنيكال بايديهم، هم لهم شغل دوكيومنتيشن، هو من اسمها كده كواليتي اشور. اشور يعني ايه؟ بيتاكد من ايه بقى؟ ان كل حاجه اتفقنا عليها جوه المصنع هتتم صح. احنا بقى اتفقنا مثلا في التحليل ان احنا نحلل الخامه دي اكوردنج للسبيكس ده او للريفرنس ده، يبقى هو بيجي يبص كده يتاكد ان انت بتحلل اكوردنج للريفرنس ده فعلا، ملوش دعوه الريفرنس نفسه بيقول ايه، خلاص انا ماليش دعوه، مش انتوا اتفقتوا ان انتوا تشتغلوا بالريفرنس ده، انا ماليش دعوه بالريفرنس ده صح غلط، مش قصتي. بس هو بيعمل كده في كل حته في المصنع. يعني الناس اللي داخله المناطق الانتاجيه بيلبسوا لبس معين بالوان معينه باوفر هيد باوفر شوز، الكلام ده متفق عليه ومكتوب ومتعلق في الاماكن اللي بيغيروا فيها هدوم. حلو. هو بيتابع الناس دي عشان يتاكد ان هم بيعملوا كده فعلا. من ساعه ما نفتح المصنع لغايه لو احنا رايحين بالظبط كده. دخلت انت جوه المصنع، انت بقى رايح فين في المصنع؟ رايح تعمل باكجينج، رايح تعمل بريبريشن، رايح تعمل فيلينج، رايح تعمل اي حاجه، كل حته لها ريجوليشنز ولها كلام مكتوب، وهو بيتابع ان الكلام ده بيتنفذ. خلصنا تصنيع، بعتنا عينه للمعمل، المعمل حلل، يطلع له بقى بتاع كواليتي اشورنس مسؤول عن المعمل، حللت صح ولا غلط، وريني بقى انت بتحلل طبقا للستاندردز هي ولا لا. كل ده خلصنا كل حاجه، البضاعه راحت المخزن، طب عايزين نبيع البضاعه دي، في سيكونس للبيع، في بروسيجرز للبيع. طبعا ده لازم يبقى صيدلي، لازم ده مش شرط، بس بيبقى فيها صيدله كتير. بالمناسبه الجفرمنتال اوثوريتي في مصر اللي هي الريجوليشنز الحكوميه يعني مش بتفرض ان حتى مدير الكواليتي اشورنس يكون صيدلي. يعني ممكن يبقى علوم، يبقى عنده نفس الباك جراوند، بس لازم يكون عنده باك جراوند قويه جدا في الدواء صراحه يعني. لان لازم يكون فاهم كويس قوي. لو انت مثلا راجل مسؤول عن المخازن والمفروض ان انت تاخد طلبيات من السوق وتنفذها، لازم الكواليتي اشورنس يتابع ده، تابع تتخزن ازاي، طبعا تطلع ازاي، ايه اللي يضمنه مثلا انك انت تطلع بضاعه هي اصلا مش مصرحه، مين اللي يقول ان دي مصرحه ولا مش مصرحه؟ الكواليتي اشورنس. هو رايح له شهادات تحليل من المعمل بناء عليها بيقول ان دي تصرح او لا، ولما هو بيقرر انها تصرح بينزل يغير حالتها في المخزن، بدل ما يكون عليها ليبل لونه اصفر يحط عليها ليبل لونه اخضر. تمام. عشان يبقى انت كمخزن هتطلعها. زائد كمان ان انت لما بتيجي تبيع بيعه مثلا في المخزن، البيعه دي بتبقى محدده برقم تشغيل وبكميه معينه. هو بينزل يتابع يشوف اللي انت هتطلعه من نفس التشغيل اللي مكتوب ولا لا. افرض مثلا انت بتطلع طلبيه تصدير، طلبيه التصدير بتبقى لها ريجوليشنز مختلفه شويه من حيث اللي مكتوب. يعني انا ممكن اصدر شحنه مثلا للعراق ابقى كاتب عليها خاص بدوله العراق، فهنا انا مش هطلع اي تشغيله وخلاص، لازم هو يتابع ده ويشوف. هو زي ما قلت لك لا بيشتغل بايده ولا بيحلل ولا بيصنع، ولكن هو بيسمع كل الناس. هو حتى يقول لك ان the heart of the factory او the plant يعني heart قلب المصنع هو كله الكواليتي اشورنس. عشان كده دايما نقول ان الكواليتي كنترول هي product oriented، لان انت كمعمل بتتعامل مع البرودكت، تاخد عينه وبتحلل البرودكت. انما الكواليتي اشورنس هي process oriented، هو بيتابع البروسيس نفسها، ملوش دعوه بالبرودكت خالص. او نقول كمان مثلا على سبيل المثال الكواليتي كنترول بيعمل ديتكشن للايرور او للديفولت او اي فولت، يعني اي مشكله هو اللي بيحلل ويشوف، هو بيحلل بيعمل لها ديتكشن. انما الكواليتي اشورنس بيبريفنت، لان انت لو التزمت بكل البروسيجرز من الاول غالبا مش هتوصل يبقى في مشكله. صحيح صح، واخد بالك؟ لو انت من اول الاستلام، من اول الدخول المصنع، من اول صحيح. اصلا انت بالمناسبه تعليق على الحته دي، في كان زمان خالص يقول لك ايه، حتى الناس حتى في الحياه العاديه تيجي تقول له ايه المطعم ده مش حلو، ليه مش حلو؟ ليه؟ ما انا بروح اكل عنده الاكل زي الفل. يقول لك كمان دخلت المطبخ بتاعه، انا ماليش دعوه بالمطبخ، انا بيجي لي الطبق شكله حلو ونظيف وبتاع، صح؟ القاعده دي مش مقبوله في الدواء. مفيش حاجه، دايما يقول لك you cannot test the quality of the product in the product. مش معنى ان انا جبت لك منتج شكله حلو وعملت عليه تحليل وطلع مطابق انه صح او ان المصنع ده صح، لازم تمشي كواليتي سيستم، واخد بالك؟ فدي نقطه مهمه جدا، لان هم اللي بيراقبوا كل الكلام ده. الكواليتي سيستم لو ماشي صح بالظبط غالبا هيطلع برودكت صح، هيبقى في ريبروديوسابيلتي صحيح، ودي مهمه. هتفضل الباتش كلها صحيحه. شغل المصانع بالظبط، شغل المصانع قصدي شكله لذيذ، في حركه كتير غير ان هو لذيذ وفي حركه كتير. هو في ميزه حلوه قوي. لا هي مش ميزه، هو كذا ميزه. اول حاجه انت ما بتتعاملش مع الجمهور. دي ميزه فعلا جدا جدا. انت قافل على الباب جايد لاين. بس الحاجه الثانيه مع الناس الانطوائيه معانا، ايوه بالظبط. ده حقيقي فعلا. الحاجه الثانيه ان ما فيهوش فهلوه، انت شغال على جايد لاين
هو كده انت بتطبقه بالظبط صح. فما فيهوش دي عشان خاطر حلوه لازم تبقى حرك يعني ايوه لان الجايد لاين على فكره بالمناسبه لما تيجي تفتح الجايد لاينز هي مش بتدي لك سوليد رول هو بيديك بيزكس. يعني يجي يقول لك ايه مثلا على سبيل المثال الجايد لاين يقول لك مثلا لو انت داخل معمل الميكروبيولوجي لازم يبقى فيه اكسس كنترول بس عشان مش اي حد يخش. اعمل بقى انت الاكسس كنترول زي ما انت عايز، اعمله ببصمه العين، اعمله بالبصمه كده، هات لكل واحد مفتاح ما يفتح ويدخل لوحده ما يبقاش المفاتيح دي متوزعه. هو ما بيقولكش تعملها ازاي انما لازم يكون في اكسس كنترول كويس. فلازم برضو انت تفكر شويه. فهو ما فيهوش معامله الجمهور دي حاجه حلوه ما فيهوش فهلوه دي حاجه احلى. الحاجه كمان اللذيذه فيه ان الجايد لاين عالميه يعني انت ما عندكش حاجه اسمها مثلا هم حاليا في مصر في سبيلهم ان هم يعملوا حاجه اسمها ايجيبشن فارماكوبيا بس الايجيبشن فارماكوبيا هتبقى جايه من كلهم واحد من اليوروبيان او من اليو اس بي. انما اللي اقصده ايه ان هتلاقي نفس الجايد لاين اللي انت بتشتغل بيه في المصانع في مصر هو اللي بتشتغل بيه في امريكا هو اللي بتشتغل بيه في روسيا هو نفس الجايد لاين كلنا هنطلع كواليتي بالظبط فدي ميزه حلوه جدا. عشان كده اي حد يقول لك اصل مصر ما بتلتزمش بالمعايير بتاع كل الكلام ده هجس. طب عايزين ميزه احسن بقى يا دكتور، ايه اخبار الفلوس؟ طب هسالك انا سؤال تاني، تحب الفلوس ولا تحب الاستابيليتي؟ احب الفلوس والتطور، يعني مش لازم ابقى غني دلوقتي. لا ما فهمتش سؤالي. لا احب الاستابيليتي طبعا بس عشان الاستابيليتي هو اللي هيديك فلوس اكتر صح؟ حلو. لان انا ممكن اشغلك في وظيفه بمبلغ كويس وبعد 6 شهور امشيك. لا الاستابيليتي يبقى الاستابيليتي احسن. ليه؟ لان الاستابيليتي هيؤدي الى ان انت السالري بتاعك هيزيد. بالظبط ده قصدي التطور. كل ما المكان انت بقيت مهم والمكان متمسك بيك وده موجود في المصانع جدا، يعني طول ما انت شاطر في شغل المصانع لا الناس هتتمسك بيك جدا لاسباب كتير. اولا ان مفيش اقبال على الشغلانه من الصيادله للاسف، دي نقطه بقى مهمه قوي. دي غالبا عشان نقطه الفلوس، عشان الناس دلوقتي برضه هو الوضع العالمي او الوضع الاقتصادي بيحكم. يعني انت دلوقتي راجل متخرج ممكن اجي اقول لك ايه مثلا تشتغل في المصانع وتاخد مثلا 4-5000 جنيه ولا تشتغل في الميديكال ريب وتاخد 10000. لو حسبتها فلوس اختار الميديكال ريب. لو انت يعني ذهنك مادي شويه هقول لك هتقولي لا انا اشتغل في الميديكال ريب باخد 10000. طب بس خلي بالك ان ال 10000 دول انت هتصرف منهم كذا وكذا وكذا، مش مشكله انا هاخد ال 10000 وانا هتصرف صح كده. اقول لك طب ايه رايك انك لو اشتغلت في المصنع ب 4-5000 جنيه بعد 5-6 سنين مرتبك هيبقى 10-12000 جنيه صافي. هنا بقى هل انت هتستحمل ال5 سنين دول ولا لا؟ صح. ولا انت لا انا ما عنديش وقت انا مستعجل اصلا انا عايز اتجوز اصلا مش عارف ايه اصلا انا عايز افتح صيدليه اصل فلا انا هروح للحاجه اللي فلوسها دلوقتي كتير. طب خلي بالك انك لو رحت للميديكال ريب دلوقتي ب 10000 جنيه ممكن بعد 5 سنين تبقى في الشارع ممكن لان هي مش ستيبل. ممكن الشركه تعمل لك ترمينيشن وما تلاقيش مكان تاني بسرعه. المصانع الستابيليتي فيها اكتر يعني حتى دلوقتي التعيينات واقفه تقريبا في المصانع مفيش تعيينات. هو بشكل عام برضه عشان الوضع الاقتصادي عشان نقص العمله في البلد والشركات مش قادره تجيب خامات كتير تشغل بالطاقه القصوى كله عامل داون سايزنج للانتاج غصب عنه. هو وده برضه احد اهم الاسباب اللي هتلاقي فيه نواقص كتير للدواء دلوقتي في السوق. في الصيدليات ادويه كتير ناقصه ليه؟ لان الشركه مش قادره تصنع بكميات كبيره. ليه؟ لانها مش قادره تجيب خامات. ليه؟ لان مفيش دولار. ايوه واخد بالك. فده طبعا بما ان الشركات هتقلل الانتاج يبقى طبيعي هتوقف تعيينات خلاص. انا هعين ليه بقى؟ ما انا يا دوبك انا بحاول امشي اللي عندي كده زي ما هو. بس اللي يلاقي فرصه يعني في مصنع حاجه يمسك فيها بالنسبه له تبقى ستيبل اكتر ولا ممكن برضو فجاه يلاقي نفسه في الشارع نتيجه لاي لا فجاه يلاقي نفسه في الشارع دي يعني مش هتبقى مشكله مصنع. مشكلته هو؟ لا مش قصدي كده. يعني اقصد ايه انت وارد ان نتيجه الظروف الاقتصاديه العامه ان المصنع كله يقف. ايوه ده بقى مش عيب كريم بقى. وخلي بالك ما هو لو المصنع ده وقف كل تيم الدعايه بتاعه هيقع. صح. ما هيسووه ايه يعني خلاص ما هي انما هو منه لنفسه كده تكون انت يعني مستواك كويس ومصنع يمشيك. لا خالص ما بتحصلش بالعكس. هو خلي بالك انا هقول لك مثال صغير. انا لسه قايل لك من شويه ان مدير المعامل لازم يكون صيدلي خبرته 10 سنين صح. طيب هل في ناس كتير في الصيادله مشغلين في المصانع؟ الاجابه لا. طب اذا كان مفيش ناس كتير بتخش المجال هنجيب واحد خبرته 10 سنين منين؟ صح كده. في صيدلي على الاقل. حلو. ده معناه بقى ان لو في مصنع عنده مدير معامل مشي عايز يجيب واحد بداله هيجيبه منين؟ ويطلعه من المصنع نفسه لو هو عنده حد خبرته 10 سنين. طب لو ما عندوش اضطر بقى يجيب وده في الغالب بيكون موجود يعني هيضطر يروح يدور على حد تاني. طب حد تاني ده بقى يا اما هو اصلا واحد معدي ال10 سنين وشغال مدير معامل ومستقر فانت في الحاله دي لازم تغريق مرتب اكبر عشان يجي. يا اما ان هو واحد اصلا عدى ال10 سنين بس في فوقه مدير معامل فهو عايز يابجريد. كل ده يتطلب ايه؟ كده يبقى في حد في السوق يبقى في صيدلي. انما طول ما انت عندك عدد الصيادله اللي بيخشوا المهنه على فكره الموضوع ده من وجهه نظر شخصيه هو مفيد لينا انا على المستوى الشخصي لان طول ما فيش صيادله بيخشوا طول ما اسعار المديرين هتزيد جدا.
انما لما تتكلم على كارير بقى ومهنه، لا طبعا ده مضر جدا بالمهنه، لازم الناس جديده. وبعدين اصل هي ادوار، انت هتاخد دورك وينتهي ويجي غيرك، ده طبيعي يعني. بالزبط. هي اجيال بتسلم اجيال. صحيح. طب لو في جاب في النص بقى هيحصل دروب في الصناعه. بالظبط، في مشكله هسألك سؤال مهم جدا. لو ما فيش ناس كتير دخلت المجال ده وحصلت ازمه بقى، القانون بيقول ان المصنع ما يشتغلش من غير الثلاثه اللي قلت لك عليهم. طب افرض ان ما فيش، مش ده ممكن يخلي الدوله تغير القانون بالظبط، وتسمح لمهن تانية انها تعين ضاعت الفرص بتاعت هيوقف المصانع يعني. انا كدوله هعمل ايه يعني؟ بالظبط، هوقف بقى المصانع. فانت كده بتسيب مجال. عشان كده لازم يبقى في ناس جديده تدخل. طيب بالنسبه للسالاريز اصلا رينج من كام لكام مثلا في الارض الواقع بقى؟ بص، هو اصل هي اي سالري في اي مكان هو حاجه نسبيه شويه. يعني زي ما انا دايما بقول للولاد عندنا، انا ممكن اجي اقول لك انا هدي لك 10000 جنيه في الشهر بس تعالى مواصلات كل يوم، هات اكلك معاك كل يوم، تاخد مثلا 6 يعني، واخد بالك. انما في المصنع انا بدي لك المواصلات لان بوفرها لك، وبدي لك الوجبه بتاعه المصنع، وبدي لك اللبس اللي هتشتغل بيه. فانت في الاخر الفلوس اللي هتاخدها دي بتبقى نت. فالمصانع بشكل عام طبعا هي بتفرق من القاهره لاسكندريه، اللي هم اكبر مدينتين فيهم مصانع، يعني القاهره اعلى طبعا. انما اسكندريه دلوقتي خلينا نقول البيزك في الرينج 4 ونص، ده البيزك. انما دايما في المصانع بيبقى عندك اوفر تايم كتير، لان بيبقى عندك نايت شيفت وعندك سهره بالليل وسهره مش عارف. فممكن النايت شيفت ده يبقى التوتال بتاعه 50% من البيزك. ممكن اخر الشهر ناخد لك 6-7000 جنيه مثلا. ده العادي يعني. القاهره لا، اكتر من كده شويه. القاهره ممكن يبقى البيزك مثلا 7-8 والنايت. بس برضو فكره ان المعيشه في القاهره اغلى. انت لو قارنت في اي مجال مش مصانع بس، هتلاقي القاهره اعلى تقريبا مره ونص. بس لو انت رايح بقى مش ريزيدنت في القاهره، هتبقى الموضوع بالنسبه لك اغلى. بالظبط هتسكن هناك، هتبقى في ترانسبورتيشن رايح جاي، هيبقى ليها مصاريف تانية. انما ده الافرج بتاع. وعلى فكره انا مش شايف ان هي مثلا اقل من الصيدليات. يعني الصيدليات بتاخد كام دلوقتي؟ لا، في نفس 500 في الساعه مثلا، يعني اوبن شويه اكتر عن الصيدليات. بالظبط. اخرها ايه بالظبط. وفي الاخر انت الصيدليات انت بتروح برضو على مواصلات. خلي بالك برضو ان زي ما قلت لك كل سنه اكسبيرينس في المصنع بتفرق معاك كتير قوي. بالظبط، صح، بتفرق كتير قوي. صح، اكيد صح. طب انا محتاج في السي في بتاعي، محتاج ايه بقى عشان ادخل واتقبل في المصنع، بما ان دلوقتي الفرص اقل شويه، عدد الخريجين اكتر شويه؟ بص، محتاج يبقى في اعلى. هو ممكن تبقى الحته دي مختلفه كبوليسي من مصنع، بس انا هقول لك يعني على معظم المصانع بتعمل ايه. المينيمم ريكويرمنت يعني مش مينيمم ريكويرمنت. انا هسالك سؤال. انا شخصيا ضد فكره ان انا عايز واحد فريش جرادويت بس عنده خبره. يعني خلينا منطقيين. خلاص ده مش منطقي. صح. انما انت ممكن تكون فريش جرادويت واتدربت 2-3 في مصانع في الاجازه. هل انت بالنسبه لي زي واحد فريش جرادويت ما عملش حاجه؟ لسه ما شافش. طبعا لا. اكيد لا. انت لو رحت مصنع يومين، النولج اللي هتاخدها هتفرق كتير عن اللي ما راحش خالص. على الاقل شفت بعينك، عرفت سيستم ايا كان، واخد بالك. فدي نقطه مهمه جدا. لما بيتقدم لك حد بتشوف هو اكتف ولا لا. مش لازم بالضروره انه يكون اكتف في مصانع على فكره، بس في ناس بتبان انها اكتف. هتلاقيه راح يتدرب في صيدليه، هتلاقيه راح يتدرب فيكم ناس ما شاء الله. وده كان برضو كان صعب على ايامنا شويه ان هو اشتغل في صيدليه وهو طالب. طب ما هو اللي اشتغل وهو طالب ده اكيد شخص اكتف الى حد ما يعني. اكيد برضه عنده كوميتمنت يعني. بالظبط كده، حاسس بالمسؤوليه، واخد بالك. تلاقيه راح يتدرب في معهد اورام كده يعني. فده بنبص قوي للنقطه دي. النقطه الثانيه هو الشخص ده هينفع يشتغل في تيم ورك ولا لا، لان في المصانع مفيش حد بيشتغل لوحده خالص. ما ينفعش اتوبيس لغايه لما اروح. انت اصلا كل بروسيس او كل خطوه هتعملها في اي حته في المصنع لازم عليها دبل تشيك. لازم 2 يبقى واحد بيعملها وواحد بيتشيك عليه. غير طبعا كمان اصلا العمال اللي هم مثلا الناس اللي مش صيادله ولا علوم، الناس اللي شغاله في الحاجات بتاعت الانتاج والتعبئه والحاجات دي عددهم كتير. عددهم كبير طبعا. انت لازم تبقى تتعامل مع الناس دي حتى. فانت هتقدر تشتغل في تيم ورك ولا انت شخص صدامي الحاجه الثالثه بقى، ودي هتبان من التريننج اللي هنعمله لك في الاول. لو انت اتقابلت بشكل مبدئي نقول لك طب انت هتقعد معانا مثلا اسبوع كده تريننج. الاسبوع ده انا مش هسالك فيه على شغل تكنيكال يعني. خلينا موقعين. الاكاديميك اديوكيشن حاجه والماركت حاجه تانية. صح. فانت ممكن تكون متخرج جايب امتياز، بس بالنسبه لي كمصنع ما تعرفش الريجوليشنز اللي بعملها. لان برضو في نقطه الناس كلها بتفاجئ بيها، هو يعني ايه حد يعرف يشتغل مصنع كويس؟ هل ان هو بيعمل اناليسيس بس ده كفايه؟ لا، لان في بيبر وورك كتير جدا في المصنع غير الشغل التكنيكال انت لازم تعمله. البيبر وورك ده بالنسبه لناس كتير ممكن يكون مزعج جدا. هو انا هكتب كل حاجه، هو انا مش عارف همضي في كل حاجه. ايوه، هو ده من اساسيات شغل المصنع. ملوش علاقه بقى. ممكن تكون بتعرف تحلل احسن واحد في الدنيا بس ما بتعرفش تعمل دوكيومنتيشن. انت زي ما حللتش مش دايما في مبدا في الصناعه كده يقول لك الحاجه اللي ما اتكتبتش ما اتعملتش.
ما تقعدش تحلف لي انت ما كتبتهاش خلاص مش هينفع. واخد بالك؟ انا محتاج بروف غيرك بالظبط. وبعدين انت لما بيجي حد يراقب عليك او يفتش عليك سواء من جوه المصنع او من بره المصنع او من دوله خارجيه، يراقب ازاي؟ يراقب الدوكيمنت طبعا بالظبط. كواليتي فانا اشورنس فرحتي انك انت بتحلل كل حاجه صح بس ما بتكتبهاش. ما تنفعش تشتغل في مصنع خالص. كمان حاجه لازم تكون من الاصل حابب المجال او على الاقل يعني شغوف بيه شويه. يعني ممكن تيجي تقول لي ايه والله انا ليا ابن اختي او ابن خالتي في مصنع الفلاني قال لي ان هم محتاجين واحد فانا رايح اقدم. غالبا هتفشل. ده مش غالبا يعني في الغالب هتفشل لو انت واخدها كفرصه عمل بس كده. لا ببساطه هيغرب باي فرصه ثانيه. بالظبط. دي نقطه. والنقطه الثانيه كمان انت ممكن تروح تقف في صيدليه شهر او شهرين فتتعلم الصيدليه كويس. المصنع لا، انت محتاج وقت طويل قوي عشان تعرف تتعلم كويس، عشان تعرف نعتمد عليك اكتر. فانا مش معقوله بقى انت هتيجي مثلا تشتغل معانا عشان هي كانت فرصه عمل بالنسبه لك، هتشتغل معانا 6-7 شهور وبعدين تقول لي انا هروح اشتغل ميديكال ريب. طب واحنا الوقت والفلوس اللي علمناك بيها دي ايه يعني؟ هنجيب حد علمه من الاول تاني؟ لا، يبقى من الاول يبقى متفقين. يعني فلترة السي في مش على حسب بقى مثلا التقدير بتاع الكليه ولا لها علاقه على فكره بالتقدير ولا علاقه بالدراسات العليا عشان برضه ابقى صريح. حلو. يعني تعالى على البرسوناليتي بتاع الشخص هو ليه او لا. انا هسالك سؤال. انت اتخرجت النهارده من الكليه ورحت عملت ماجستير في يا سيدي صناعه الدواء في قسم السيوتكس اي حاجه، الشغل كله 4 سنين وبقى معاك شهاده ماجستير. الشغل كله كتابي يعني. هو اكيد عندي نولج حلوه بس التطبيق العملي الحرفه نفسها. وهسالك لو انت في ايدك القرار لو عندك انت بتعمل انترفيو ل2 طلبه بقى لهم 4 سنين متخرجين، واحد في ال4 سنين عمل ماجستير في الفارماسيوتكس، واحد في ال4 سنين اشتغل في مصنع. طبعا اللي اخذ الاكسبيرينس في النص يبقى اذا الدراسات العليا ما فادتكش في حاجه. امتى بقى تفيدك؟ لو هي حاجه زياده، لو انت عندك خبره واشتغلت وعملت ماجستير ماشي اوكي دي بوزيتيف. او ساعات بتفرق اكتر في المانجيريال ليفل. انا عايز راجل كواليتي كنترول مانجر يكون مثلا خبرته 10-12 سنه ولو معاه ماجستير يبقى كويس. ماشي تفرق كده. انما برضه فكره كل الناس تتخرج روح اعمل هي صناعه عمليه يعني هي بجيبها شغل بالايد يعني صناعه شويه حرفه شويه حرفه. فاللي هو اي شهادات اي حاجه خليها بعدين هتفرق معاك بس. وبعدين هو برضو انت دايما فكره انك تعمل ماجستير. انت لو انت قررت تعمل ماجستير اول ما تتخرج هتختار انهي مجال؟ اللي انت بتحبه ولا اللي انت هتشتغل فيه؟ سؤال صعب فعلا. حاسس ان انا هشتغل فيه. اللي انت هتشتغل فيه. طب انت اشتغلت يعني. طب افرض انك عملت مجال في اللي انت ناوي تشتغل فيه وما عرفتش تشتغل فيه او كده يبقى انت خسرت كل الوقت ده على الفاضي. بالظبط صح. لما بقى تقرر انك تشتغل في مجال معين وتبدا تشتغل فيه وتستقر وتعرف ان ده اللي انت هتكمل فيه حياتك يبقى روح بقى اعمل اللي انت عايزه. صحيح. حلو. خلي بالك برضو النقطه مهمه جدا ده وجهه نظري يعني. انت لما بتعمل ماجستير هي بيسموها ايه؟ دراسه بعد التخرج يعني بفلوس ولا من فلوس؟ لا ما فلوس طبعا. ده يبقى اي حاجه بعد التخرج هتصرف عليها لازم تجيب فلوسها. اكيد. انا بصراحه مقتنع بده جدا. انما هعمل ماجستير عشان يبقى معايا ماجستير وعلقه في الحيطه استثمار. هصرف بس هيجي بس اصرف على الفاضي لا. بالظبط صح قوي. طب المصانع والبنات دلوقتي اغلب المصانع يعني اغلب البنات هم نفسهم يشتغلوا مصانع بان الشغلانه نسبيا مريحه. اللي انت بتقوله بقى ده انا مش صح. سيبك من لا بس انا بحس ان هو بيحسبوها فكره وقت يعني انا اشتغل وقت معين ومكان معين ساعه الجد لا ما بيجوش ولا ايه؟ ولا الولاد دي اذا كانوا الولاد ما بيجوش. اي بس انا كمصنع كفرصه البنات بالنسبه لهم حلوه ولا لا؟ مش بص انا وجهه نظري المصنع كفرصه للولد زي البنت. بس هي الفكره كلها في نقطتين 3 كده. بالنسبه للبنت هي اجازاتها كتير. اصلها اتخطبت فهتاخد اجازه، اصلها اتجوزت فهتاخد 2 شهرين اجازه، اصلها بقت حامل فهنقعد بقى كل حمله هنقعد 3 سنين اجازه، اصلها ولدت هتاخد رعايه طفل. عندنا شغل بس عندنا شغل في القطاع الخاص ده صعب شويه. ده صعب. وعلى فكره انا هقول لك على حاجه بقى غريبه جدا بشوف نماذج دي كتير. البنات اللي بتنجح في شغل المصانع غالبا بتبدا الشغل متاخر مش مع التخرج. يعني تلاقي بنت خرجت واتجوزت وخلفت وابنها بقى عنده 3-4 سنين وخلاص بقى ممكن تشتغل عادي جدا بينجحوا جدا. او ان هم بقى بيبقى عندهم بدايل يعني انا مثلا حد بقى والدتها هي اللي بتراعي الطفل يعني المهم المشكله بس في الاجازات كتير. دي نقطه. النقطه الثانيه موضوع النايت شيفت. هي معظم المصانع او جزء كبير من المصانع عنده اقسام كتير شغاله نايت شيفت. فنايت شيفت ده مش هينفع في البنات مش هينفع. فعشان كده الفرصه الولاد بتبقى اكتر شويه. تلاقي مثلا البنات شاطرين قوي في الاقسام اللي ما فيهاش نايت شيفت. يعني مثلا انت مثلا لما تيجي تشوف قسم الكواليتي كنترول المعامل ده زي ما قلت لك في مثلا ناس شغاله
ان بروسيس كنترول. طب الان بروسيس كنترول ده بيعمل ايه؟ ده بيتابع التشغيل اثناء ما هو شغال. اذا ده شغله مرتبط بالانتاج، فطول ما الانتاج شغال 24 ساعه هو شغال 24 ساعه بالظبط. انما مثلا القسم الرو ماتيريال ده بيحلل الماده الخام. الماده الخام ده ما بيجيش المصنع على مدار 24 ساعه. بالظبط. انت بيجي لك خامه مره كل شهر، خامه تانية مره كل شهرين، فبالتالي لما تجي لك الخامه مره كل شهر ما حبكش تحللها في نفس الفلكسبيليتي في الوقت، تحللها الصبح يعني واخد بالك. فهتلاقي ده في شغال بنات كتير. الناس اللي شغالين R&D، هو R&D ده شغله ايه؟ ده بيعمل ديفلوبمنت. الوقت بالنسبه له يعني مش لازم يشتغل بالليل، فغالبا هتلاقي فيه بنات كتير. مفتوحه. فارماكو فيجيلانس فيها بنات كتير، ريجولاتوري افيرز فيها بنات كتير. هي غالبا البرودكشن مثلا او حاجات اللي سبلاي تشين. دي الحاجات سبلاي تشين ده ايه اللي فيه شرط ولد يعني؟ ايه شرط السبلاي تشين تشتغل بالليل يعني؟ انت بتخاطب موردين وبتعمل ايميلات وتليفونات وبتاع، بالعكس تكلمهم الصبح احسن يعني. بالظبط. فبرضه ايه، بص عشان برضه احنا يعني احنا كمصريين فينا كده حته. بص لو جيت قلت اي بتشتغلي في مصنع بس ما بيشتغلوش بنات، هي بتدي نفسها مبرر ان هي مش هتروح. قدامي طيب واخد بالك؟ طب يا ستي كواليتي كنترول ما اصل شغلها صعب. ده بنشوفه كتير على فكره. اصلا انا يعني بخلص شغل الساعه 4 وبنزل من الساعه 6 الصبح. ما هو انت لو هشتغل اي شغل هتنزل 10 وترجع 8. حتى شغل صيدليه كوميونتي اللي هم بيحبوها غالبا برضه 8 ساعات برضه ولا 10 ساعات مينيمم يعني. فيعني هي بس ايه زي ما قلت لك، بنات عايزه تشتغل. انا يعني مشكلتها في المسافه. يعني هو اغلب الناس ما بتحبش المصانع عشان متطرفه بقى، برج العرب وهنروح وقاعدين في الصحراء وبتاع. اوكي طب ويا طب ما هي مواصله. بالظبط والله. بس هو يعني يقول لك لا الفايبس تحس ان هو متطرف بقى. بص هو دايما احنا بنحب نطلع على نفسنا اعذار. ما انا بقول لك اصلها ما بيعنوش بنات. لا لو حلت لها المشكله دي يقول لك اصلها بعيده، اصلا انا مش متعوده اصحى بدري، اصلا انا مش متعوده اركب مواصله ساعه ونص. نبدا نتعود يعني. بس شكرا بلاش الفرصه دي والله. بلاش. انما انا قلت لك هم النقطتين دول اللي بيبقى فيهم شويه معوقات. ان حته النايت شيفت وحته بس محلوله يعني. كتير يعني. انما انا مثلا على مدار الكام سنه اللي اشتغلتهم دول اشتغلت مع مديرات، يعني كان ليا مديرات ستات كتير. محلوله يعني كويس. وفي على فكره اعرف ناس بنات كبار دلوقتي ما شاء الله، مديرين كبار شاطرين جدا شاطرين جدا، من احسن الناس شفتهم. كويس. طيب دلوقتي مجال المصانع احنا خلاص قلنا الميديكال ريب انت مش ستيبل، وان احنا بندور على الاستابيليتي في مجال المصانع. بص يعني هو ليس ستيبل مش ستيبل عشان الناس ما تزعل. يعني في ناس انا بشوفهم موهوبين جدا في الميديكال. هو معتمد على البيرسوناليتي يعني. انت في ناس ربنا خلقها بتعرف تبيع بالظبط وعندها قدره على انها تقعد تناهد مع الناس. وفي ناس بالظبط بيرسوناليتي، وانك تبقى حاطط في دماغك انك انا عايز استقر، انا عايز ابقى استقر. المصانع بقى نفسي المفروض يعني اشوف الكارير بتاعي وانا بقالي كام سنه شغال في المصنع وثابت على نفس البوزيشن بتاعي. طب اترقيت طب ما اترقيتش، اعرف ان انا امتى يبقى في ريد اليرت كده خلي بالي ولا لغايه ايه انا هتاخر او اتاخرت عليا. شوف هو الموضوع كله خاضع للعرض وطلب. بمعنى انت دلوقتي لما اتخرجت واشتغلت فانت ما عندكش اي بوزيتيف بوينت، انت شخص ضعيف خالص. صح. ساده ما هو انت في زيك كتير جايب البكالوريوس صح كده. طيب لو انت قررت انك تروح تشتغل في مصنع في الميكروبيولوجي مثلا، برضو اول ما هتروح في الاول انت هتسمع اللي هيتقال لك، انت لسه بتتعلم. بعد 6 شهور مستواك هيتغير. حتى خبره 6 شهور 6 شهور وخلي بالك 6 شهور حاجه بتعملها بتروحها كل يوم، ده مش قليل يعني. تمام. بعد 2 3 بعد اول سنه لما تخلص اول سنه هيتعمل لك تقييم سنوي. التقييم ده لو انت فظيع غالبا هتقدر ماديا. ممكن ما يكونش التقدير المادي اللي في دماغك، يعني ممكن يكون الزياده السنويه في الشركه السنه دي 10%، بس انت هيعملوا لك 15 او 20% عشان انت متميز شويه. يعني. طيب بعد 2 سنين هستمر بنفس البيهيفير بتاعك وانت شاطر وانت فظيع هتقدر. بس ده كله مش هو الهيوج امبروفمنت في السالري بتاعك. تعال بقى نتكلم بعد 3 سنين شركه طلبت حد مايكروبيولوجي خبره 3 سنين، انت ده هتروح تقدم بالظبط. ساعتها بقى لو انت كنت بادئ في المصنع ب4 وكنت وصلت بعد 3 سنين ل5 أو 5.5 ممكن تروح هناك ب8. ساعتها هو اللي عايزك انت تكتسب الاكسبيرينس في الاول دي اكتر من بتطلب فلوس. بالظبط. طيب رحت هناك ب8، خلي بالك بقيت انت هنا شغال ب8000 وعندك خبره 3 سنين وانت لسه منقول، وزميلك اللي في الشركه عندك بياخد 5000 وهو عنده برضه 3 سنين خبره. بقى في جاب اهو. بعد ما رحت هناك انت رايح ب8 تيجي تزيد بقيت 8.5 اول سنه 9 بقيت 10 بعد شويه يطلبوا حد تاني كملت 10 سنين عايزين كواليتي كنترول مانجر. يعني انت استثمارك في السنوات بتاعت الخبره دي بالظبط. وخلي بالك بقى ايه الفرق ما بين اللي عنده خبره 10 سنين واللي عنده 12 سنه؟ مش كتير مش كتير بس ترابل شوتنج، لان انت معظم خبراتك بتاخدها اول 2 3 بعد كده كل سنه بتضيف لك حته، بس الحته دي ممكن تحل مشكله حاجه صغيره ما حدش خد باله منها، حاجه لان هو موقف هيعدي عليك مره كل 5 سنين بس وقت ما هيعدي مش هيعرف يعمله غيره، ده يضيع باتش. ايوه وصلت. اوكي. فهي كده
يعني انا خلال فتره اول شغلي لازم اركز قوي في اللي بيحصل حواليا، ما تبصش الفلوس خالص. اتعلم بس وخليك تبقى كل حاجه اسال عليها، ودي ليه ودي عشان ايه، واقرا كتير قوي، لان هي جايد لاين زي ما قلت لك، هي جايد لاين. الابلكيشن بتاعها هيجي مع الوقت، انما هو تكون فاهم الجايد لاين. اقرا الجايد لاين متاحه للكل يعني، خلي دايما يعني مفتوحه وداني مفتوحه لكل اللي بيحصل حواليا. طبعا. وغير خلي كده بالك انك لما بيحصل تعديل في الجايد لاين، الشركه كشركه مجبره تعمله. طبعا فانت لازم تبقى جاهز، عندك الفلكسبيليتي شويه. بالظبط جدا. يعني انا عندي في الشغل مثلا، حتى يعني احنا بنحاول نعلم الشباب الصغير كده. اقرا. يعني انا مثلا كراجل مدير مصنع دلوقتي مش بشتغل بايدي خلاص، يعني انا كل شغلي استراتيجيك اكتر. انما لما يجي لي حد من الشباب الصغير يقول لي على فكره انا قريت في الجايد لاين ان في تعديل حصل في كذا 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 كذا، لا استنى تعالى نقعد بقى ونشوف ده يتطبق عندنا ولا ما يتطبقش، ولا ينفع ولا ما ينفعش، ولا وبناء عليها ناخد قرار، وممكن ناخد قرار بالتشينج كنترول ونعدل ده. حلو جدا. واخد بالك؟ لان هو اصلا لو ما عملش كده هتيجي وزاره هيئه الدواء في مصر في التفتيش هيقول لك خلي بالك انت عندك تعديل في الحته دي. في تفتيش على المصانع برضه بشكل دولي كل سنه، يعني في تفتيش كواليتي اشورنس من جوه المصنع، وفي ناس كواليتي اشورنس ده تفتيش داخلي. انت بيجي لك بقى اوديت من هيئه الدواء، ده ممكن يجي لك كل سنه او كل سنتين حسب الحاله يعني. حلو. والاوديت ده بيجي يعمل لك التفتيش بالجايد لاين بتاعت الدبليو اتش او. مصر على فكره شغاله بالجايد لاين بتاعت الدبليو اتش او، فبيجي يعمل لك التفتيش ويدي لك ريبورت بالفايندنج اللي لقوها، لقينا ان دي مش مظبوطه، لقينا ان دي مظبوطه، لقينا ان دي مش مظبوطه، ويديك مهله مثلا اسبوعين 3 عشان ترد عليه، تقول له انت هتعمل الكلام ده امتى، ولما ترد عليه يجي لك فولو اب بقى، يجي لك فولو اب يتاكد ان انت عملت الكلام ده او لا. هل ده اصلا مجال متاح للصيادله ان هم يشتغلوا فيه ولا ده بيبقى تكليف حكومه اساسا؟ وبعدين بعد التكليف على فكره كتير منهم جدا بيتكلفوا هناك، وبعدين هو بيبقى لسه صغير فيفتش على مصانع كتير 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 ويتعلم، وبعدين يروح مسافر اصلا يشتغل اوديتور بره بقى. حلو قوي. يشتغل في مصنع بره. حلو. لانه خلاص هو شايف وخبره ولف مصانع كتير وشايف عارف النقط الضعف الصغيره دي. هي بس بتبقى مشكله والله ان في فرق ما بين البوينت اوف فيو بتاعت الاوديتور والبوينت اوف فيو بتاع الراجل اللي شغال في المكان. اكيد هو شويه بيبقى فيهم تضارب، يعني في حاجات انت ممكن لو شغال في المكان تعديها بس الاوديتور ما تعديهاش طبعا. وفي حاجات كاوديتور لازم تطبق القانون حرفي وفي حاجات كاوديتور لازم تطبق فيها روح القانون، انما بشكل عام هي خبرتها طبعا كبيره جدا يعني. كويس جدا. طب هي ليها دخل اصلا غير التكليف؟ لا هي تكليف بس. تكليف. هو انا شغاله في هيئه الدواء المصريه. بالمناسبه هيئه الدواء المصريه دي انشات من حوالي 3-4 سنين لسه، ودي كانت كيان موازي لوزاره الصحه يرأسه صيدلي بدرجه وزير. ده اصبح احنا كصيادله تبعيتنا لهيئه الدواء مش تبعيتنا لوزاره الصحه. انا غير ان انا اركز واقرا كتير وكده، ايه تاني ممكن اعمله زي ما تقول كده جايد لاين برضو ليا ان انا اطور من نفسي بسرعه في المجال ده؟ الاول قبل ما تعمل كده روح اتدرب في مصنع او مصنعين وشوف اللي جوه ده ماتشنج يور مايند ولا لا. لان انت ممكن من الشكل اللي انا بقول لك عليه تاخد فكره ولما تروح تلاقي الموضوع مش مناسب ليك. ممكن من الاول خالص، وممكن تروح تقول لا خلاص هو انا ده اللي انا كنت بفكر فيه وده اللي نفسي اعمله، فبالنسبه لي احسن ما تضيعش وقت فيه. بالظبط. فروح اتدرب، لان انت 5-6 ايام تدريب ولا اسبوع ولا اسبوعين هيدوك انديكيشن واضح جدا اذا كنت حابب ده ولا لا. كيف ان انا اخد قرار في الاسبوع ده؟ طبعا على الاقل مش هتاخد قرار انك هتشتغل او لا، هتاخد قرار انك ممكن تشتغل. يعني ايه؟ يعني انا اقول لك ايه، في فرصه شغل في المصنع ممكن اجابتك تقول لي لا انا ما بفكرش في المجال ده اصلا، وممكن تقول لي انا نفسي اجرب وشفته وعجبني بس انا مش عارف لو اشتغلت هنفع قوي ولا لا، بس عندي استعداد اجرب. يعني اعتبر دي نصيحه ممكن نقولها للطلبه اللي هم يعني لسه حتى بيدرسوا، حتى اي طالب في كليه صيدله خريج يعني او هيتخرج دايما بيبقى عنده مشكله. انت هتلاقي مثلا انت من وانت صغير عايز تخش صيدله او عايز تخش طب او عايز تخش هندسه او حلو كده، فانت شايف ده هدف، بس ما فيش حد من هو صغير بيشوف اهداف ابعد من كده. فانت بتيجي في الثانويه العامه بتبقى بالنسبه لك حاجه مفصليه. لما بتيجي الثانويه العامه وتقرر انك تحقق حلم حياتك وتخش صيدله مثلا او تخش طب او تيفر، من وجهه نظرك بيبقى هو ده نهايه الحياه بقى. فتيجي دخلت صيدله اولى، الهدف انك تنقل ثانيه تنقل ثالثه، اخر سنه بقى في بكالوريوس يبقى عندك ضبابيه شديده جدا. يا نهار ابيض، انا بقالي 20 سنه في التعليم عارف كل سنه اللي جايه فيها ايه. انما دلوقتي انا مش عارف اللي جاي فيه ايه. انت شايفنا ليه يا دكتور؟ دي حقيقه والله، دي حقيقه فعلا. فلازم تكون بتفكر لده من وانت في الكليه، حتى مش يعني انت مش هتبقى عارف كل حاجه بس على الاقل بفكر. انا مثلا ميال اشتغل في المصانع، انا ميال اشتغل في الصيدليه، انا ست بيت وهقعد في التكليف ومش هعمل حاجه. اوكي، كل واحد حسب دماغه ماشيه. نصيحتي بقى ليك من اول ما تخش الكليه
ما تضيعش فتره الصيف. هي فتره الصيف دي اللي هتديك اجابه السؤال ده في الاخر. صح والله اقرب حاجه ليك ايه؟ صيدليه تحت البيت، انزل اتدرب. على الاقل هتعرف تشوف المجال ده والله في كذا 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 جاي معايا ولا لا. بالظبط. ممكن بعد اسبوع في الصيدليه تقول لا 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 ده دي حاجه وحشه جدا، انا عمري ما اشتغل في الصيدليه. بيحصل فعلا. انا حابب الدواء بس مش قادر اتعامل مع الناس صعبه جدا والناس بتفاصل ايا كان بقى المشكله فيه. بالظبط صح. وممكن بعد اسبوع تقول الله دي الصيدليه دي احلى حاجه في الدنيا، ده مكاني، ده انا اصلا بقيت اصرف الادويه كويس وبعرف اقرا الروجيتا كويس. وانا مثلا انا على سبيل المثال ما بعرفش اقرا الروجيتا خالص، والموضوع مش مضايقني يعني، انا مش دوري ان انا في ناس شاطره بتقرا الروجيتا. وده انا كمان خلال الاسبوع ده في 2 عملاء جبتهم للصيدليه وبقوا مبسوطين. حلو تمام جو. بالظبط صح. طيب لو انت رحت اتدربت في اول صيف مثلا شهر في الصيدليه وعجبتك الصيدليه، هل ده معناه انك ما تبصش على بقيه المجالات؟ لا. اوكي حلوه الصيدليه تنفع اجرب فيها، اوكي اركنها بقى على جنب. الباقي بقى لسه وقت القرار ما جاش خلال الوقت ده. لسه انا عندي 4 سنين. ممكن اشوف حاجات تعجبني اكتر من الصيدليه، واخد بالك؟ انا اللي هاخد مور انسايتس اعرف احسبها كده. والله انا بالنسبه لي احسن من كل وجهه. وبعدين ممكن الصيدليه دي تعجبني وغيرها ما يعجبنيش. بالظبط صح. ممكن لو اشتغلت في سلسله صيدليات غير لما اشتغل في صيدليه عاديه. بالظبط ممكن تفرق. فانا خلاص هجرب في الصيف، هجرب اروح مصنع، هجرب اروح صيدليه، لو قدرت اجيب تدريب في مستشفى اشوف الكلينيكال فارماسي ده بيعملوا ايه والصيدليه الداخليه وايه الفرق بينها وبين الصيدليه الخارجيه بحيث ان انا في اول 2-3 ابقى يعني خدت لفه كده على المجالات المتاحه. فاحسبها كويس. اخر 2 بقى هكون استقريت. انا عارف هطلع ايه. انا قررت بعد كل اللي لفيته ده هشتغل في صيدليه. يبقى في الصيف بتاع سنه 3 وسنه 4 انا هروح بقى اشتغل في صيدليه ب3 شهور. اطور نفسي على قد ما اقدر بقى في الحاجات. تخيل انت بقى لما تتخرج وانت بقالك 6 شهور قبل كده اشتغلت في صيدليات، خلاص انت لقطه. سعرك هيبقى مختلف عن اللي لسه ما اشتغلش. طلب عليك هيبقى مختلف. علاقاتك مستقر كمان. علاقاتك هتكون الناس عارفه. انت اصلا ساعتها غالبا هتكون الناس عارفه انت هتطلع تشتغل في الصيدليه دي والدكتور ده مربط معاك لانه شاف شغلك وعارفك هتبقى مستفيد، تبقى سبب خطوه شويه ما عندكش ضبابيه يعني. بالظبط. والنصيحه الثانيه بليز يا جماعه اجلوا الدراسات العليا. الدراسات العليا ملهاش قيمه في حد ذاتها. الناس اللي بتتعين في الكليه معيدين لازم يعملوا دراسات عليا عشان يكملوا الكارير بتاعهم، ده شغلهم فلازم يعملوا كده. انما التسلسل الطبيعي اللي احنا متعود عليه في مصر ان انا لازم اتخرج فاعمل ماجستير فخلف فاتجوز فخلف مش لازم يبقى كده. لا حضرتك قلت حاجه حلوه هتخدمك هتجيب لك فلوس اصرف عليها اي حاجه عموما في حياتك وانت مستحيل تكون عارف انها هتخدمك من غير ما تجرب هتشتغل ايه اصلا. بالظبط صح. اجلها شويه 2-3 مش مهم، الخبره اهم. صح واخد بالك صح. بس دي كانت نهايه الحلقه للاسف خلصت بسرعه. احنا استفدنا والله النهارده على المستوى الشخصي. انا والله مبسوط جدا ان انا معاكم النهارده. اتمنى بس يكون الناس تستفيد بالكلام ده. انا نفسي والحقيقه انا بحاول اعمل ده بقالي 5-6 سنين ان احنا ننشر ثقافه الشغل في المصانع للصيادله. والله هم يعني اغلب دفعتنا عندهم البوينت اوف فيو ان هو بس هم يدوروا عليه عشان الاستقرار. يعني الناس بص الشباب فرهاض بقى واقع الخبره يعني هقول لك ان اللي بتسمعه في الكلام حاجه ووقت التطبيق لا ما بيحصلش كده يعني ما بيبقاش فيه اقبال على المصانع. هي برضه زي ما الدكتور قال الصيدليه موجوده في كل مكان، الصيادله في الصيدليات هو بيستسهل شويه. فلا غير كده انت شايف قدامك الصيدليه، شايف قدامك شغل الصيدلي عامل ايه، انما في المصنع لا انت مش شايف حاجه، مش شايف حاجه، مكان مجهول بالنسبه لك. فزي كان مجهول بعيد. بالظبط هو كان مجهول بعيد مرتبه. وبعدين برضه مثلا اشاعات بتقول لك اصل المصانع مرتباتها قليله، اصل المصانع محتاجه خبره، اصل محتاجه دراسات عليا وانت ما تقدرش تتاكد بنفسك. انت مفيش مجال انك كده عملنا الحلقه دي وساعدنا باستضافه حضرتك. والله حضرتك خبره يعني اكيد بقى مؤكده عن المصانع. ان شاء الله تنسوش تعملوا لايك وفولو للبيج، تكتبوا لنا رايكم في الحلقه وتابعونا عشان الموسم بيخلص خلاص، وان شاء الله نبقى نجيب حاجه كويسه في الموسم الجاي.